انا لما بتف الاكل انتوا بتزعلوا. طب ما وحش قوي. اكتر ريفيو اكل عشوائي في 2025. الموضوع ما بدأش كده، تعالى اقول لك. هو تقييم الأكل ده بدأ من العصور القديمة، أيام ما كان الحكام والملوك لازم يتعرض عليهم الأكل وقت الطبخ عشان يقيموا هل الأكل ده ينفع الملوك والأمراء يعني ياكلوه ولا يترمي في الزبالة. ابتدى بقى الموضوع يتطور لغاية ما وصل لحد العصور الوسطى، ساعتها بقوا يستعينوا بخبراء عشان يقيموا بس جودة الأكل ويشوفوا سلامتها، عشان حد يكون حاطط للملك فيها سم ولا حاجة. يفضل موضوع تقييم الأكل ده يمشي لحد عصر النهضة. وقتها ابتدوا الطباخين يحطوا معايير معينة علشان الأكل نقول عليه إنه أكل كويس. عندك مثلا طباخ كان اسمه فرانسوا بيير لافرين، بكون نطقت اسمه صح، بس اللي اكيد يعني انه باين من اسمه انه فرنساوي، يعني مش محتاجه حاجه. قافل كل اللي فات ده وعمل كتاب فيه معايير الاكل المظبوطه علشان كل الطباخين يمشوا عليه. زمان كان يقوم داخل لامه ويقول لها ماما انت طبختي من الكتاب بتاع فرانسوا مين يا حبيبي؟ طب وربنا ما انا واكل. والله العظيم ماني واكل، سديتي نفس الله يسد نفسي. لكن بقى كلمة مطعم أو المفهوم بتاع المطاعم يعني إنك تفتح مكان الناس تقعد علشان تاكل فيه أو تستنى الطباخ يقدم لهم أكلة معينة، ده ظهر لأول مرة في فرنسا في القرن ال18. طبعا مطعم يعني ناس كتير قاعدة يمكن مش في نفس البلد اللي انت فيها، ممكن من أجناس مختلفة. الاهتمام بالمعايير أو بجودة الأكل زادت بشكل كبير وصولا بقى للعصر الحديث. الحمد لله على السلامة. عمرو بيلا بقى ولا مين؟ لا لسه شوية. سنة 1900 بالظبط شركة كان اسمها ميشلان الفرنسية، الله فرنسا برضو للاسف هم الفرنساويين هم اول الناس اللي عملت بدع في الاكل، ما سابوش الاكل في حاله. غيرت كده وعملت شيفت كارير لما لقيت عمرو بيلا بياخد 45,000 في الاعلان، يعني راحت عامله دليل للطهاه. المفروض ان اي حد في الوقت ده علشان يبقى طباخ او عشان يبقى حاجه مشهوره جدا في عالم الطبخ كان لازم بيجيب الدليل ده ويمشي عليه بحذافيره. لكن لما وصلنا بقى لاوائل القرن ال21 ابتدى مفهوم تقييم الاكل يختلف تماما. لكن الانترنت ظهر، احنا ليه ما نعملش ده على الانترنت؟ في مواقع زمان ابتدت تتشهر قوي زي يلب او تريب ادفايزر، ابتدى ينزل عليها تقييمات الاكل من الخبراء او اللي بيقولوا عن نفسهم انهم خبراء. لكن لو هتسالني سؤال مهم وتقولي مين هو اول مقيم طعام في العالم، التاريخ اعتبر ان في واحد كده كان اسمه ماركوس غافيوس ابيوس، واول واحد يشتغل في شغلانه مقيم الطعام دي في التاريخ. ماركوس ده كان طباخ يوناني عايش في القرن الاول الميلادي، شهر في الوقت ده بانه بيحب الاكل جدا، خصوصا يعني الانواع كده اللي انت بتقعد تتفنن وتطلع فيها اكل فاخر. التاريخ نسب لماركوس كتاب كان اسمه ابشيس، وده اول واقدم كتاب طبيخ في التاريخ. لين بقى حاجات من اللي انت عارفها دي عن معايير الاكل المعين، حط ايه على ايه عشان تطلع الاكله حلوه، شويه وصفات وغيرها. لكن دخول موضوع الفود بلوجينج ده في مصر ما كانش من قريب، ده كان من بعيد جدا. سنه دخول الاسكندر الاكبر مصر سنه 332 قبل الميلاد، الموضوع من قديم الازل. اسكندر وقتها خلى المطبخ المصري يتاثر بالمطبخ اليوناني الروماني. وبعد كده في العصر الفاطمي في واحد اسمه ابن سيار عمل لنا اول كتاب طبيخ في مصر عشان مصر تاخدها العصور وتتقلب بيها الايام لغايه ما نوصل للانستجرام والفيسبوك والتيك توك والسناب شات وغيرها. ابتدي الموضوع يتطور من ان هو اراء بتتكتب في كتب او في ابحاث علشان الطباخين او اللي عايز يشتغل في المهنه دي ياخدها علشان يلتزم بيها ويبقى طباخ مشهور. كان بالمناسبه مش اي حد يقدر يمتهن المهنه دي غير لما يكون خبير جدا في الاكل وفي معايير الاكل وله تاريخ كبير قوي في المطبخ، سواء كان المطبخ المصري او المطبخ العالمي. ساعتها او زمان ما كانش بيتاخد براي اي حد يقيم الاكل. دلوقتي بقى اي حد ممكن يكون عنده حس شويه في التذوق يقدر انه يمتهن مهنه الفود بلوجر. وعلى حد علمي او على حد ما انا فاكره ان من اوائل الناس اللي عملت صفحات على الانترنت تقيم فيها الاكل، سواء كان الاكل اللي هي بتعمله او الاكل الموجود في المطاعم، كان غالبا عمرو حلمي وحسام الطباخ في 2010. كان الموضوع ما كانش منتشر قوي لغايه سنه 2015 لما الموضوع ابتدى يضرب ويعمل باع كبير قوي في سماء الفود بلوجينج، لما قرر ناس كتير قوي شايفه ان عندها الحس ده في التذوق انها تعمل صفحات على السوشيال ميديا علشان تقدم مفهوم الفود بلوجر بشكل مختلف. الموضوع كمان دلوقتي ما عادش مقتصر بس على تقييم الاكل، الموضوع بقى ممكن يكون بشكل اعلاني او ربحي، يعني انك تجيب مقيم اكل المفروض ان هو اتشهر يعلي لك من المكان بتاعك او يوطي منه لو كانت تجربه الاكل سيئه. ابتدى يخلي زربيح من الفود بلوجرز موجودين دلوقتي في العصر الحديث، بيقيموا كل حاجه حرفيا، بيقيموا كل حاجه، بيقيموا الاكل، بيقيموا الشرب،
بيقيموا المعالق، بيقيموا الاطباق، بيقيموا كل حاجه، حرفيا كل حاجه هتتقيم. بس ما تخافش انا مش هقيمك هنا في البرنامج، خارج نطاق التقييم اصلا. علم بسيط وسهل وممتع طول ما انا بقدمه، ملوش نهايه زي بالظبط. والاكل اللي قدامك خلص، اوعى دماغك توقف شغل، روح تدور كده على الفود بلوجرز وتقول لنا مين احسن فود بلوجر انت بتحب تتابعه، شايف عنده مصداقيه يعني، شايفه صادق. ما تنساش تعمل لنا كل الحاجات الجميله اللي بتبقى على اليمين والشمال، ولو انت على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب. بس كده، سلام.